شارع الجيش، أيوة هو ده شارع الجيش مسار رحلتنا وجولتنا النهاردة. شارع حيوي ورئيسي وبيربط ما بين ميدانين وبيمر على ميدان مهم تالت في طريقه، وبيتقاطع مع شوارع مهمة جدا في قلب القاهرة العريقة. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ رحلتنا النهاردة. هنبتدي رحلتنا النهاردة لشارع الجيش من شارع قصر النيل في منطقة وسط البلد، وده في تقاطعه مع شارع الجمهورية اللي بقى على ايدينا اليمين دلوقتي، وميدان الأوبرا اللي موجود على ايدينا الشمال اللي هندخل منه، وبعدين ندخل على ميدان العتبة ومنه مباشرة لشارع الجيش. احنا على ايدينا اليمين دلوقتي مسجد الكيخيا اللي أمر ببنائه الأمير عثمان كتخدة، وده المسجد من المساجد المشهورة والعريقة والتاريخية في مصر، واللي أنشئ في عصر الدولة العثمانية، وهو اتبنى من 280 سنة. احنا كده هنمشي خلاص، الإشارة فتحت اهي، وهنكمل طريقنا في اتجاهنا لشارع الجيش مسار رحلتنا النهاردة. دخلنا كده مباشرة بقى على ميدان الأوبرا. يمكن الجزء اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي ده يعتبر جزء من شارع عبد الخالق ثروت. هنكمل طريقنا كده في ميدان الأوبرا، ومنه زي ما قلنا على ميدان العتبة. بقى في وشنا مباشرة اهو التمثال المشهور لإبراهيم باشا الابن، ابن محمد علي باشا الكبير، وهو اللي بيزين ميدان الأوبرا. وفي مجموعة من المعلومات عن إبراهيم باشا موجودة في الصورة اللي قدامكم. مباشرة المبنى اللي قدامنا ده جراج الأوبرا، وعلى يميننا دلوقتي شارع الأزهر ونفق الأزهر وكوبري الأزهر، وده الطريق اللي هيودينا على منطقة الحسين، وبعد كده منه لصلاح سالم. في وشنا دلوقتي حديقة الأزبكية العريقة ونادي السلاح المصري. هندخل مباشرة كده على شارع حمدي سيف النصر اللي هيدخلنا على ميدان العتبة، وعلى شمالنا مباشرة اهو كوبري الأزهر، وده في الاتجاه اللي جاي من الحسين. على يميننا جراج الأوبرا، ويمكن الجزء اللي على شمالنا دلوقتي اللي هو ورا حديقة الأزبكية موجود فيه سور الأزبكية للكتب المشهور. دخلنا خلاص كده في ميدان العتبة. يمكن أنا بصور في يوم الحد، وده اللي مخلي طبعا ميدان العتبة بالشكل الجميل ده، أو الشكل يعني اللي مش مزدحم بشكل كبير، عشان نقدر نصور وتتفرجوا على جمال الشوارع وجمال الميدان. على ايدينا دلوقتي مبنى بوسطة العتبة اللي بيتحسب منه المسافات لكل المحافظات المصرية. بعديه مباشرة مبنى مطافي العتبة. هنكمل طريقنا في ميدان العتبة، وهيبقى الشارع اللي على ايدينا اليمين في شارعين بيتقاطعوا مع ميدان العتبة او بيطلوا على ميدان العتبة، هو شارع عبد العزيز في اقصى اليمين وشارع محمد علي جنبيه مباشرة. احنا كده دخلنا خلاص وقربنا من بداية مسار رحلتنا النهاردة في شارع الجيش. على يميننا مباشرة دلوقتي شارع الازهر. احنا كده بقى خلاص دخلنا على شارع الجيش، ويمكن في بدايته كده هتلاقوا في عدد من الفرشات كده اللي بتبيع الهدوم والأحذية، وعدد كبير من الملابس. ومباشرة كده في حارة هتدخلنا على درب البرابرة اللي ممكن نشتري منها النجف، وممكن نشتري منها حاجات السبوع والورود والأزهار والأشجار الصناعية. الناحية التانية ناحية الشمال لو دخلنا في حارة صغيرة كده بتدخلنا على منطقة الرويعي اللي ممكن نشتري منها العدة وورق الحيطة، وعدد برضو كبير جدا من المنتجات. احنا كده ماشيين في شارع الجيش، والشارع ده انشئ في الثلاثينات، واول ما انشئ اتسمى شارع الامير فاروق، وبعدين تم استبدال اسمه لشارع الجيش في الايام الاولى من ثوره 52. شارع الجيش بيمتد من ميدان العتبه زي ما احنا شفنا كده، وبعدين بيخترق حي باب الشعريه اللي احنا هنوصل له بعد شويه صغيرين، وبعدين كمان بيوصل لغايه ما نوصل لتقاطعه مع شارع او استكماله لشارع سبيل الخزندار، وتقاطعه مع شارع العباسيه، وكمان في تقاطع ليه مع شارع البورسعيد في ميدان باب الشعرية. يمكن شارع الجيش ده مشهور بيبيع المنتجات الكيماوية. هتلاقوا فيه بقى العدد كبير جدا من المحلات اللي بيبيعوا المنظفات. وهتلاقي كمان في شارع الجيش الكيماويات والخامات بأسعار منافسة جدا. هتلاقي بقى مساحيق الغسيل والكحول والمطهرات ومستحضرات التعقيم ومنظفات الأراضي وحاجات كتير تانية جدا. كمان هتلاقي في محلات تركيب العطور موجودة بشكل كبير في شارع الجيش. محطة مترو اللي موجودة على ايدينا اليمين دلوقتي دي محطة مترو باب الشعرية، وهي يمكن هي ومحطة مترو الجيش اللي هنعدي عليها بعد شوية هما أقرب محطات مترو ممكن توصل بيهم لشارع الجيش.
شارع الجيش كمان مشهور في بمحلات نقل الاساس والعفش، سواء كان جديد او لو حد بينقل من شقه لشقه تانية. طبعا بيكون النقل بقى في عربيات مجهزه وعمال عندهم خبره في الحفاظ على العفش وينقلوا بسلام. لكن اول ما تدخل شارع الجيش كده هيدخل في انفك روائح مختلفه كده من مزيج كبير جدا من المطهرات والكيماويات اللي بتشتهر بيها محلات شارع الجيش. احنا دخلنا كده على ميدان باب الشعريه، يمكن على يميننا دلوقتي مسجد الشعراني اللي بينسب للامام الصوفي عبد الوهاب الشعراني. يمكن منطقه باب الشعريه عموما اتسمت كده نسبه للامام عبد الوهاب. كان كمان على ايدينا الشمال دلوقتي في تمثال لموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب. احنا كده مكملين طريقنا في ميدان باب الشعريه. الشارع اللي ناحيه الشمال مباشره ده هو شارع بورسعيد، وطبعا شارع بورسعيد ده بيمتد كده ورانا لميدان السيده زينب. بعد كده هنكمل طريقنا احنا في شارع الجيش، وبقى زي ما احنا شايفين كده بقى شارع بورسعيد موجود على ايدينا الشمال. هنكمل الشارع اللي هيقابلنا مباشرة بعد شوية صغيرين هو شارع البنهاوي. وشارع البنهاوي ده هو اللي بيدخلنا على بوابة الفتوح وبوابة النصر وشارع المعز، الشارع التاريخي المشهور والجميل جدا، واللي أدعوكم إنكم تزوروه. هتستمتعوا جدا في شارع المعز وكم الآثار الفاطمية اللي موجودة في شارع المعز. احنا مكملين طريقنا في شارع الجيش العريق والتاريخي في مصر، واللي زي ما احنا شايفين بيربط عدد كبير من الأحياء، وهو يعتبر من الشرايين المهمة جدا في قلب القاهرة. زي ما قلنا الشارع ده بيتفرع منه عدد كبير من الشوارع المهمة جدا. يمكن الجزء اللي احنا هنقابله بعد شوية هو الجزء اللي بيدخلنا على منطقة الظاهر ومنطقة السكاكيني والويلي، وهنعدي على الشارع اللي هيدخلنا على ميدان الظاهر. يمكن احنا طول ما احنا ماشيين في شوارع القاهرة في رحلاتنا المختلفة واللي بنزور فيها عدد كبير من الشوارع، يمكن احنا شايفين ان شوارع مصر وشوارع القاهرة هم ذاكرة الأمة الحقيقية، ويمكن كل ذكرياتنا مرتبطة بالشوارع اللي احنا بنمشي فيها او الشوارع اللي احنا يمكن سافرنا وبعدنا عن الشوارع دي، لكن ذكرياتنا موجوده في الشوارع دي. والمباني اللي احنا بنتفرج عليها دلوقتي زي ما احنا شايفين كده مزيج من المباني الحديثه والمباني التاريخيه العريقه اللي بتحكي عن تاريخ بلدنا الجميل. احنا دلوقتي ماشيين لسه في شارع الجيش، ومباشرة الجزء اللي داخل فيه الأتوبيس في الجزء البعيد شوية ده هو الشارع اللي هيدخلنا على ميدان الظاهر. يمكن أول ما ندخل كده على ميدان الظاهر هنلاقي مسجد من المساجد الجميلة جدا والكبيرة جدا في مصر، واللي يعني مهيبة جدا، وأدعوكم أنكم تزوروا المنطقة دي وتزوروا مسجد الظاهر. وطبعا بينسب للظاهر بيبرس، ويمكن يعتبر تحفة معمارية خالدة، حاجة كده آخر عظمة، وزي ما قلت لكم أدعوكم أنكم تزوروه. المنطقة دي عموما ناحية الشمال زي ما قلنا بتدخلنا على منطقة الظاهر، وهيكون لنا جولة إن شاء الله في منطقة الظاهر ومنطقة السكاكيني قريب جدا. يمكن كمان الجزء اللي فات ده كان بيدخلنا على ميدان اسمه ميدان قشطمر، والميدان ده فيه قهوة كان فيه قهوة من القهاوي المشهورة، يمكن أهملت دلوقتي بشكل كبير. والقهوة دي كان القهوة المفضلة عند الأديب العالمي الكبير المصري الحائز على جائزة نوبل نجيب محفوظ. يمكن استلهم مع عدد من شخصيات رواياته من المكان ده ومن الناس اللي بتعدي على القهوة دي واللي بتعدي من المكان ده. بقى على ايدينا اليمين والشمال دلوقتي محطة مترو الجيش، وزي ما قلنا هي من المحطات المترو اللي ممكن نوصل منها لشارع الجيش مسار رحلتنا النهاردة. احنا كده تقريبا خلصنا شارع الجيش وداخلين مباشرة اهو على الجزء الواسع شوية ده وهو ميدان الجيش. برضو الميدان ده متسمي كده، والشارع اللي بقى في وشنا مباشرة ناحية الشمال ده هو شارع العباسية. طبعا الشارع ده بيوصلنا لميدان العباسية، وممكن نوصل منه لشارع الخليفة المأمون ومنطقة مصر الجديدة، وشارع العباسية على ايدينا الشمال.
وبداية من الجزء اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي تحول اسم شارع الجيش إلى اسم سبيل الخازندار. ويمكن الخازندار ده كان واحد اسمه مصطفى باشا الخازندار، وكان أنشأ سبيل في الشارع ده سنة 1888. هو كان يعني كلمة الخازندار دي بتعود إلى أمين الخزنة، هو كان أمين خزنة عباس حلمي الأول والي مصر في الوقت ده، وتم هدم السبيل سنة 1950. كان الشارع زي ما احنا شايفين كده بيربط ما بين ميدان الجيش وشارع أحمد سعيد اللي احنا هنوصل له بعد شوية صغيرين جدا. وبيمتد بقى الشارع بعد أحمد سعيد وما بيبقاش اسمه سبيل الخزندار، الشارع بعد أحمد سعيد بيكون اسمه شارع السرجاني، وبعدين بيبقى اسمه بعد كده شارع السرايات، وبيوصلنا لشارع السكة البيضاء ومنه لميدان العباسية. يمكن احنا شايفين قدامنا مباشرة كده الكوبري اللي موجود بالعرض ده، اللي سهل كتير جدا على ساكني المنطقة دي ان هم يعدوا الشارع ده، لانه كان بيبقى فيه تقاطعات كتير وبيبقى فيه زحمة كبيرة جدا في الجزء ده. او الكوبري هو الموجود اللي هو الكوبري الدورين ده ناحية اليمين زي ما احنا شايفين بيودينا على مدينة نصر وصلاح سالم. ولو كملنا على طول هنوصل على ميدان العباسية ومنه لمنطقة مصر الجديدة. اتمنى ان رحلتنا النهارده رغم ان هي كانت قصيره اتمنى ان هي تكون عجبتكم في شارع الجيش العريق في مصر. وزي ما احنا شايفين بقى شارع احمد سعيد على ايدينا اليمين والشمال، واستكمال الشارع مباشره اسمه شارع السرجاني زي ما قلنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا اول باول. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.